حموضة شعر متوازنة يعني شعر صحي. كيف بتوازني حموضة الشعرة؟ الحل عندي. بتجيبي لتر مي بتحطيه، وبعدين بتجيبي خل تفاح عضوي بتحطي فنجان من خل التفاح العضوي بلتر مي، وهيك بتكوني خففتي خل التفاح لحتى تستخدميه كشطفة أخيرة لشعرك. هيك انت عم توازني حموضة الشعرة. كل شي بنستخدمه لشعرنا من حرارة أو أشياء كيماوية مثل الصبغات أو مثل المعالجات كلها بتخلي الشعر يفقد الحموضة تبعه، لأنه هي مواد قلوية أو قاعدية. لهيك الشعر بيبهت أو يتعب أو تحسيه إنه تالف. لهيك كتير مهم إنك تعادلي حموضة الشعرة، لأنه الشعرة بتحب تكون حامضية. فشو اللي بيساعدك إنك تخلي الشعرة ترجع حامضية مثل قبل؟ هو خل التفاح. ليه خل التفاح العضوي؟ لأنه الخل العادي تبع التفاح قبل ما يخمروه بيحطوله سكر. لهيك بدنا خل التفاح العضوي، لأنه خل التفاح العضوي بيعملوه خل بطريقة مختلفة ما بيضيفوله سكر. لهيك كتير مهم إنه يكون خل تفاح عضوي. تستخدميه كشطفة أخيرة لشعرك، يعني ما بترجعي تشطفي شعرك بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو والكونديشنر أو الهير ماسك وكل شي بتعمليه، كل الحمام تبعك بيخلص، آخر شي بتعمليه بتجيبي هذا المي وبتغسلي شعرك فيه، وبعدها ما تغسليه بالمي ولا تعملي أي شي. وإذا بتتضايقي من ريحته فبعد ما تطلعي من الحمام بس ينشف شعرك بتحسي إنه الريحة طارت. فيك تحطي معطر للشعر كمان إذا أنتِ بتتضايقي من ريحة الخل. أنا بفضل إنِك تستخدميه بالأسبوع مرة، إذا بتغسلي شعرك مرتين بالأسبوع، أو إذا بتغسلي شعرك 3 مرات بالأسبوع فكل أسبوع اعملي الشطفة الأخيرة بخل التفاح المخفف، وكتير رح تحسي بفرق بشعرك. كان شي كتير مهم إني قول شو فوايد خل التفاح، لأنه استغربت لهلأ في كتير بنات ما بيعرفوا شو فوايد خل التفاح للشعر. كمان نزلت قبل هيك بديل لخل التفاح إذا أنت بتضايقي من ريحته أو تحسي إنه خل التفاح العضوي مش بتوفر ببلدك. هذا البديل رح يعطيكي تقريبا نفس فوايد خل التفاح، بس هو رح يكون بجل الألوفيرا. كمان جل الألوفيرا من أروع الأشياء للشعر. وبتمنى من البنات اللي جربوا الطريقة أنه تكتبوا لي بالكومنت لحتى كل البنات يستفادوا. إذا أول مرة عم تشوفيني ففيكي تفوتي على حسابي وتاخدي لفة لحتى تستفادي بطرق العناية بشعرك وكمان الصبغات والألوان وكتير أشياء بتخص الشعر. بتمنى تكونوا استفدتوا وبشوفكن الفيديو الجاي.